مستوى الجزائر، ولكن موجودة واحد الصفة تعبة شوية. الغابة الجزائرية، العشبة في الجزائر يعني تعبة شوية. لماذا؟ لأن فيه يعني أولا ما كناش عاطينه أهمية. الفولتير لازم نهضروها. واش كنت نقول لك قبيل، كنا نشوفوا في الشجرة، ما كناش نشوفوا واش كنا نعفسوا، فهمتي، نعفسوا في الدراهم كبار. إذا الأركان مؤخرا المديرية العامة للغابات قامت يعني بتهيئة بعض المساحات على المستوى الغربي من الجزائر. من أجل ماذا؟ من أجل إعطاء فرصة لهذا المنتوج هذا، ويكون طبعا يكون ثروة إلى بعض العائلات المتواجدة في هذه المناطق، وكذلك يعني من أجل إعطاء لا بوسيبيليتي ليزاسوسياسيون باش يتكونوا الجمعيات النسائية للسيدات والجمعيات الشباب من أجل استخلاص هذا الزيوت. وما يخفاكش بلي الأركان فيه خير كبير. ثانيا تكلمتي سيدتي على الرعي الجائر. شكون اللي ما على بالوش بلي الرعي هذه حاجة تقيس الغابة من الكثير من الحاجات الأخرى. وهذا هنا الدور نتاع الاتصال، دوركم انتم سيدتي كصحفيه، هنا اللي لازم تخرجوا بصفه او بطريقه مبسطه، او تديروا ابواب مفتوحه للشباب وللشعب وللتلاميذ وللاطفال بمعيه اطارات الغابات على مستوى كل ولايه، من اجل تحسيس هذا، من اجل الحفاظ على هذه النباتات اللي في بعض الاحيان تكون نبته ان بلانت خيغه وتروح لنا هكذا وحنا نتفرجوا. الماعز انه ياكل غير الحاجه اللي هي عشبيه، هي يدخل الماده تاع اللحم اللحوم. انا نتكلم لك على الغابه الرعي الجائر، لا ريجينيراسيون. تعرفي اش معنى لا ريجينيراسيون؟ اعاده الانبات الطبيعي. ما كانش خلاصت يا سيداتي، انتهت، تحبط تلحسها. المعزه سيدي نيميرو 1 للشجره، تطلع من فوق وتاكل لا بروميير بوس، لا بلو بيل بوس. شوفي سيداتي، انا يا دركم قلت تقولي اللحم مليح بنين بالشيح بلا شيح، هذو اهل الاختصاص، راهي كاينه شربه في اللحوم، ولازم هذا الحيوان هذا لازم يرعى، طبعا لازم يرعى. نظن بلي لازم اماكن مخصصه لهذا الشيء هذا، ونظن بلي لازم نرجعوا لا ميزا ديفون نتاع سيغتان باركور نظن. وكذلك نخبرك يعني باللي في لا استراتيجي تاعنا قانون 1284 الصادر في 23 جوان 1984، هذا راه يعني في صدد انه il évolue vers d'autres choses, il évolue vers de belles choses، من اجل تأطير بعض البرامج الميدانيه وبعض الامور الميدانيه، ومن بيناتهم لي باركور. بالنسبه برك مدام لا تخلي بيوتنا من الاعشاب الطبيعيه في كل، وهذا راجع لجداتنا، يعني هل عندكم احتكاك مع يعني الناس الكبار هذو باش تديوا الخبره منهم العلاج الطبيعي؟ سيدتي المحترمه، المديريه العامه للغابات كانت من الاوائل اللي نظمت مؤسسات نسويه على مستوى الكثير من الولايات في شرق الجزائر.